هذه الحلقة ستدمر طفولتك. نعم يا أصدقاء، لقد وجدت حلقة في كرتون سبونج بوب جعلتني تحت الصدمة وستصدمكم أيضا. تابعوا معي. لكن يا أصدقاء، قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جديد، واكتبوا لي اسم كرتونكم المفضل في التعليقات. لقد رحل. أين هو؟ سبوت ارجع! نجد في هذه الحلقة أن سبونج بدأ يشعر بالتعب كما ترون يا أصدقاء. في هذه اللقطة كل أصدقائه استغربوا من شكله، وعندما تسطح بدأ يتخيل كل حياته. وهنا نجده تذكر كل الذكريات من مستر سلطة وشمشون وشفيق وأبوه وأمه أيضا يا أصدقاء، وكل ما مر عليه. بعدها نجد ساندي تبكي وهو عض لسانه، أي يعني سيموت. وساندي لم تتحمل هذا المنظر وبدأت تذرف الدموع. حتى شفيق يعتبر قلبه قاسي جدا لكنه بكى عليه حتى مدام نفخ، وكل الشخصيات بدأت بالبكاء. انظروا إلى بسيط يا أصدقاء، أحضر له البيتزا لكن كانت الصدمة وهي أنه فقد أعز أصدقائه وهو سبونج بوب، ووجد ساندي تبكي بشدة. وعندما سقطت الملعقة تأكد بسيط هنا من أن سبونج بوب توفي. وبعدها نجد في الحلقة الكل حزين ومكتئب، حتى أننا نجد في الحلقة مراسم الدفن. نعم يا أصدقاء، كما ترون أنا انصدمت من هذا المنظر. يا أصدقاء، أنا في هذه الحلقة تأكدت من أن ساندي كانت تحب سبونج بوب وكانت دائما ما تتمناه زوجا لها، لكن الصدمة يا أصدقاء أنه توفي وتركها في الطريق. وهكذا كان شكل قبر سبونج بوب. انظروا يا أصدقاء، وكانوا دائما ما يزورونه أصدقائه لأنهم لم يستطيعوا نسيانه. رغم أن سبونج بوب قد توفي، إلا أن ذكرياته ستبقى راسخة في عقولنا وحتى في عقول أصدقائه. وأنتم يا رفاق، أخبروني برأيكم في التعليقات. لقد رحل. أين هو؟ سبوت ارجع! سبوت ارجع! أين أنت سبوت؟ هذه هي كانت نهاية سبونج بوب يا رفاق، والآن اتركوا لي رأيكم في التعليقات.